السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم المشاهدين الكرام، مشاهدي سعد لايف في هذا الفيديو الجديد. فيديو اليوم ان شاء الله من خلاله غنتعرفوا على القمر الجديد اللي هو هوسبرغ 13 اف اللي كينتمي بطبيعة الحال لمدار 13 درجة شرق. كما كنعرفوا الاصدقاء على ان قمر هوسبرغ 13 اف انطلقت الرحلة ديالو يعني في 15 اكتوبر 2022 واستمرت حتى لمارس 2023. توقف لبعض الايام او لبعض الاشهر القصد ديالو من اجل التجارب وكذلك الوقوف على مجموعة من الامور التقنية المرتبطة به، وبطبيعة الحال استمر هذا التوقف من مارس حتى ليوليوز 2023 وبدا كذلك يعني في السير نحو المدار ديالو 13 درجة شرق تقريبا بحوالي 0.6 درجات شرق بشكل يومي. استقر في المدار ديالو اللي هو 13 درجة شرق نهار 25 غشت يعني اللي هو اغسطس 2023، وبصفة رسمية بدات الترددات يعني كتنتقل من القمر الاصطناعي هوسبرغ 13 بي لهوسبرغ 13 اف ابتداء من اليوم 5 شتنبر سبتمبر 2023 موعد دخول الدراسي لجميع الشباب اللي تنتمنى لهم كذلك كل التوفيق والنجاح في السنه الدراسيه ديالهم الحاليه. فعلى كل حال بالنسبه للقمر هوسبرغ 13 اف الاصدقاء يعني في الوقت الراهن هناك احتمال كبير ان جميع الترددات المتواجده على قمر هوسبرغ 13 بي هي التي غادا تنتقل او هي التي ستنتقل يعني بصفه رسميه للمدار ديالها اللي هو 13 اف. فكيف ما تنعرفوا الاصدقاء على انه دائما ملي كتكون عندنا شي سلسله قديمه ديال الاقمار الاصطناعيه فضروري انه تيكون العمر الافتراضي يعني قريب انه يشارف على الانتهاء، وفي هذه الحاله هذه فكتم عمليه ديال التفريغ ديال الترددات من القمر القديم للقمر الجديد. القمر القديم اللي كان قبل من هذا اللي هو هوسبرغ 13 سي مشى مباشره يعني تحول للمدار 0.8 او ربما غيتم استخدامه يعني في مدار اخر. كذلك بالنسبه يعني للمدار او للقمر اللي دابا كما كان الحال محتمل ان جميع تردداته غتنتقل هو هوسبرغ 13 بي. علاش؟ لان 13 بي مع الاسف الاشاره ديالو ما كتوصلش لعدد كبير من المناطق، وكذلك يعني بعض الناس اللي كيتواجدوا يعني في مناطق يعني ممكن انهم يوجدوا صعوبه في التقاط الترددات ديال 13 بي. وطبيعه الحال دابا غادي يبداو يحسوا بالفرق يعني بشكل تدريجي. الا كان النطاق ديال التغطيه ولا نطاق التغطيه ديال القمر الجديد اللي هو 13 اف يعني وصل للمنطقه ديالهم يعني بشكل صحيح فغادي يحسوا بالفرق، فإلا ما وصلش فراه ما غادي يحسوا حتى شي فرق او ربما تقدر تنعدم الاشاره. على العموم بالنسبه للترددات كلها هي مقيده هنايا. كما تتعرفوا على انه الاصدار ديال 13 بي فهو راه كيحمل تقريبا ازيد من 26 تردد، يعني 26 تردد حاجه اللي ماشي سهله انه يتم نقلها وتحويلها يعني للقمر 13 اف. اضافه الى ذلك فهو كيعتمد مباشره على عدد كبير من القنوات القمريه، الشيء اللي غادي يسمح ليه باش انه تكون عنده طاقه استيعابيه يعني في توفير ترددات لجميع مزودي خدمات البث. وعلى فكره الى حدود وقت تسجيل هذا الفيديو اي بعد تقريبا 16 ساعه منذ عمليه نقل الترددات يعني تقريبا 7 ديال لي فريكونس اللي انتقلت للمدار الجديد، اي انها ما بقاتش في هوسبرغ 13 بي ولات في 13 اف. وشنو هي الطريقه اللي تتخلينا اننا نعرفوا بالفعل انه التردد انتقل؟ هي الجوده ديال الاشاره. انا بالنسبه لي الاشاره كما تتعرفوا كان عندي مشكل في هذا التردد ديال القناه اللي كتواجد به قناه سي بي سي اللي هو تردد تابع ليوتيلسات اللي هو 11296 اوريزونتال. هذا التردد هذا بالنسبه للاجهزه ديال جي اكس ما كانش كيديباسي ليا 60% 70%، لكن ملي انتقل دابا ولا تيعطيني 91 92% على صحن 90 بمدينه الدار البيضاء. كذلك بالنسبه يعني للتردد الثاني اللي هو كما كنقولوا تردد تابع لشركه جلوب كاست اللي فيه القناه ديال تي في 5. انا كنعلمهم بالقنوات باش نتوما تكونوا عارفين. عندنا كذلك هذا التردد هذا الى حدود الساعه راه باقي ما انتقلش، ولكن كاين واحد التردد اخر اللي هو تردد ديال نوفا، يعني البوكيات ديال نوفا تقريبا اللي هو 11804 و11823 11938 و12130 وكذلك 12169. هاد لي فريكونس هادو كلهم الاخوان اللي هما تابعين يعني البوكي ديال نوفا فكلهم انتقلوا للقمر الاصطناعي الجديد. وبطبيعه الحال كان عندي مشكل مع هاد البقاء، اي ان الاشاره ديالها كانت متذبذبه في واحد الوقت ودابا ولات مستقره على 91%. اذا مما كيأكد انه بالفعل هاد الترددات هادو راه انتقلوا بصفه رسميه. اضافه الى هاد الترددات هذه كاين واحد التردد اخر اللي هو 12520 فيرتيكال اللي هو تابع يعني كما تنقولوا الاس تي ان، يعني تابع البوكي ديال الاس تي ان اللي هو 12520
28 فكذلك هذا التردد فهو تحسن بصوره ايجابيه والاشاره فيه ولات مستقره. كاين واحد التردد تجريبي، هذا التردد هذا اللي هو 12073 29900 فيرتيكال، فهو فاضي من القنوات، ولكن كما كان الحال فهو اللي بدات به عمليه تجريب ديال الاقمار الاصطناعيه من 25 غشت حتى ل 5 ماي. ف بصراحه هذا الشيء اللي كاين الاخوان تقريبا من اصل 26 تردد 7 ديال الترددات اللي انتقلات يعني فوق قياسي، وطبيعه الحال غادا تنتقل يعني واحد الحزمه اخرى او غادا تنتقل واحد الكوكب اخرى من الترددات يعني في الساعات المقبله. داك الشيء علاش انا درت لكم واحد الرابط او واحد اللين يعني اللي غتلقاوه في صندوق الوصف، الا مشيتي كليكيتي عليه جميع الترددات اللي انا غادي نجربها، اي تردد بان لي تحسنات الاشاره ديالو غادي ندخلو لكم في هذيك التدوينه باش نتوما تكونوا على بال قبل الجميع. اي بحال هكا تنحاولوا نخلقوا السبق ديالنا على القناه ديال سعد لايف. اذا نخلي لكم الرابط اول باول غتشوفوا لي فريكونس اللي انتقلوا، وبطبيعه الحال انت راه كتجرب من عندك باش تعرف واش بالفعل كان واحد التحسن او لا. بالنسبه لخارطه التغطيه الى حدود الساعه باقا ما تصدرات حتى شي خارطه افتراضيه يعني لتغطيه قمر هوسبرت 13 اف، ولكن الحاجه اللي تنعرفوا هي ان 13 اف جا باش انه يوسع لنا يعني لا كاباسيتي ديال الترددات، وكذلك جا باش انه يقدم لنا خدمات جديده ولاول مره بشكل عصري، وكذلك انه غيعتمد على نظام السوبر بيم بحال 13 جي. والى حدود الساعه باقي ما عرفناش المصير ديال 13 او اشنو غادي يكون، والمصير ديال 13 بي كيفاش غادي يكون، واش غيتم النقل ديالو يعني لمدار اخر او لا غيتم جعله قمر احتياطي لهذه الاقمار الاصطناعيه اللي تلقات. هذه المسائل حنا ما نحاولوش نستبقوا فيها الاحداث، الحاجه المهمه بالنسبه لنا هي 13 بي، راه كلهم غادي تنتقلوا ان شاء الله ل 13 اف بصوره تدريجيه، والتجريب غيتم مباشره في لي فريكونس اللي غنخليكم في صندوق الوصف. وهذا اخوكم سعد كيحييكم، تهلا.